لازم ننضم لبعض ونطالب بمحاكمة إبراهيم عيسى، نطالب بإغلاق مركز تكوين، نطالب الجهات المختصة بالتحري عن مصادر تمويل المركز المشبوه ده، نطالب بسن تشريعات في دول العالم الإسلامي لإيقاف كل من يقوم بالتزوير لتشكيك المسلمين في وثوقية سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بكل أسف مشاهدات حلقة إبراهيم عيسى وصلت إلى قرابة ال500,000 مشاهدة، مع إن القناة بدأت من الصفر، وده واضح جدا إنه نتيجة للإعلانات الممولة بسخاء. إبراهيم عيسى بينشر التنوير بالتزوير وبقوة المال، عشان كده واجب علينا التحرك السريع لإيقاف هذا المركز. واجب على كل مسلم أن يساهم ولو بكلمة، ولو بتحذير، ولو بتعليم المسلمين حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بشرح شيء من السيرة. يجب على كل مسلم تنبيه الناس لأهداف هذا المركز المشبوه اللي يعد الأول من نوعه في العالم الإسلامي. وعلى فكرة يا صديقي، ممكن ما يكونش إحنا شخصيا المستهدفين، ولكن المستهدف بجد هو الجيل الصاعد. وفي النهاية يا صديقي لازم أطلب منك رجاء شخصي، مش عشان بندور على مشاهدات زيادة ولا يفرق معانا الموضوع ده، ولكن يفرق معانا جدا إن المنشور ده أو الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من المسلمين. يهمنا جدا نكشف حقيقة التنوير بالتزوير اللي يقوم بها ما يسمون المتنورون أو التنويريون العرب. عشان كده مهم نساهم في نشر وكشف الأكاذيب دي، بل ونطالب بمحاكمة صانعيها. شارك حتى لو مش عشانك، عشان أولادك على الأقل.